إيه الحاجات اللي المفروض أعملها بعد العملية عشان ما يحصليش حموضة أو ارتجاع؟ السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. طبعا احنا بعد العملية لازم ناكل على مراحل، لازم ناكل كل 4 أو 5 ساعات وجبات متعددة صغيرة. ما ينفعش ان احنا ناكل وجبة كبيرة مرة واحدة، وما ينفعش ان احنا نشرب مرة واحدة لأن حجم المعدة صغر، فالشرب مرة واحدة أو الأكل بكميات كبيرة مرة واحدة هيعمل لنا حموضة أو ترجيع أو قيء. كمان ان احنا لازم يكون في فاصل بين الاكل والشرب حوالي من نص ساعه لساعه على الاقل. ما ينفعش نشرب ميه بكميات كبيره وسط الوجبه بتاعتنا، ده هيعمل لنا برضو حموضه، هيعمل لنا ارتجاع. طبعا الوجبات الدسمه ممنوعه تماما. الوجبات السبايسي، الجانك فود، ده ممنوع في الفترات الاولى بعد العمليه لان هو هيعمل حموضه شديده. كمان مهم جدا ان احنا نفصل بين الاكل والنوم على الاقل ساعتين، وان احنا في الفترات الاولى بعد العمليه خلال اول شهر او شهرين بعد العمليه ان احنا لازم ننام بزاويه معينه، يعني يكون في مخده تحت ظهرنا عشان ما يحصلش حموضه بعد العمليه. شكرا جزيلا لحضرتك.